السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قرار رسمي جديد من كاف يورط منافس الأهلي في دوري أبطال أفريقيا. وضع الاتحاد الأفريقي الكاف فريق جرماهي الكيني والمريخ جوبا السوداني في أزمة قوية قبل مواجهة النادي الأهلي بدوري أبطال أفريقيا، بعدما وضعت قرعة الدور التمهيدي للمسابقة أحد هذين الفريقين في صدام مع المارد الأحمر بلقاء الدور التمهيدي الثاني والمؤهل للمجموعات في نسخة الموسم الجديد. وضربت أزمة فريقي جرماهيا والمريخ قبل مواجهة الأهلي بأفريقيا بسبب قرار الكاف، الذي أكد في بيان رسمي على أن الفريقين ليس لديهما ملاعب معتمدة لاستضافة مباراة أحدهم مع المارد الأحمر في بلادهم في الفترة من 13 و15 سبتمبر 2024، وسيتم لعب مباراة الذهاب في دولة أخرى. تغيير مفاجئ من كولر تجاه بيرسي تاو ورضا سليم بسبب الإدارة. قالت مصادر صحفية عن أن آخر مستجدات الراحلين عن صفوف المارد الأحمر في الصيف الجاري بعد تلقي العديد من العروض الخارجية في الفترة الأخيرة وبتحديد من دوري روشن السعودي. المصادر قالت بأن كولر سبق ووافق على رحيل الثنائي المغربي رضا سليم والجنوب أفريقي بيرسي تاو في فترة الانتقالات الصيفية، لأن قراره تغير في الأيام الماضية. وأضافت المصادر أن سبب تراجع كولر في قراره هو الخوف من عدم ضم لاعبين بنفس قيمة وكفاءة رضا وتاو، خاصة أن المدير الفني نما إلى علمه أن إدارة النادي لم تنجح حتى الآن في ضم أي صفقة جديدة باستثناء يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري. وتبع المصدر إدارة الأهلي رصدت مبالغ قليلة لإبرام صفقات جديدة، الأمر الذي يهدد طموح المدرب السويسري بضم لاعبين على مستوى عالي من الكفاءة حال رحيل تاو ورضا سليم. وقالت المصادر أيضا على أن كولر أخطر الأهلي بأنه يرغب في بقاء اللاعب الجنوب أفريقي واللاعب المغربي، وحال وصول عرض مغري من أي نادي خارجي فلا بد من ضم البديل الكفء قبل رحيل الثنائي. واختتمت المصادر أن إدارة النادي بدأت تستجيب لطلب كولر وتبقي على الثنائي في ظل أن المبالغ المعروض للتعاقد معهم ضئيلة للغاية. فاللاعب المغربي تلقى عروض من الرجاء والوداد باستعارته لمدة موسم مقابل 400 ألف دولار، كما تلقى بيرسي تاو عروض سعودية وجنوب أفريقية بمبلغ لا يزيد عن $1,000,000 لشرائه نهائيا. من هو كيفن كارلوس صفقة الأهلي المنتظرة هداف الدوري السويسري؟ في الساعات الماضية شهدت مفاوضات من إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن الخطيب لضم اللاعب الإسباني كيفن كارلوس لتدعيم صفوف الفريق الأحمر بعد رحيل الفرنسي أنتوني موديست. وطلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ضرورة التعاقد مع مهاجم جديد في فترة الانتقالات الصيفية الجارية من أجل خط الهجوم بجانب الفلسطيني وسام أبو علي. وكان كيفن كارلوس أحد اللاعبين التي وضع مسؤول النادي الأهلي اهتمامهم من أجل ضمه إلى القلعة الحمراء. من هو كيفن كارلوس صفقة الأهلي المنتظرة؟ الإسباني كيفن كارلوس من أصول نيجيرية يلعب ضمن صفوف فريق إفردون سبورت السويسري، ويتصدر كارلوس البالغ من العمر 23 عام صدارة هداف الدوري السويسري بواقع 14 هدف وصناعة 4 أهداف. وتبلغ القيمة التسويقية للاعب $2,000,000، وسجل خلال مسيرته القليلة في 35 هدف. وترغب عدة أندية أوروبية وسعودية في التعاقد مع اللاعب الإسباني، مما يعرقل انضمام اللاعب للأهلي. ويرتبط كيفن كارلوس بعقد مستمر مع إفردون سبورت حتى يونيو 2027، ومن المنتظر أن يحسم اللاعب وجهته القادمة. الأهلي يدرس الانسحاب من صفقة الموسم رغم تمسك كولر بتعاقد مع هذا اللاعب. كشف مصدر مسؤول من داخل الأهلي عن اتجاه مسؤول الأحمر للانسحاب من التعاقد مع أحد لاعبي الدوري السويسري خلال الصيف الجاري، بعد أن طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق بالتعاقد مع هذا اللاعب. وقالت مصادر في تصريحات خاصة اللاعب الكونغولي جوناثان وكيتا مهاجم فريق زيورخ السويسري نال قناعة مسؤول النادي الأهلي ومدرب الفريق مارسيل كولر، لذا بدأ مسؤول الأحمر رحلة تفاوض مع اللاعب وناديه السويسري. زيورخ يغالي في طلباته المالية لتخلى عن جوناثان وكيتا وموقف كولر. وأضاف النادي فوجئ بمغالاة نادي زيورخ وطلباته المالية التي بلغت $5,000,000 للاستغناء عن اللاعب، وهناك محاولات لتخفيض قيمة الصفقة إلى $2,500,000 أو $3,000,000 كحد أقصى. وأشار المصدر إلى أن النادي السويسري متمسك بالحصول على مبلغ كبير لا يقل عن $5,000,000 للموافقة على بيع اللاعب، وهناك رغبة ملحة من كولر في الحصول على خدمات اللاعب خلال الصيف الجاري. واختتم المصدر أن مغالاة زيورخ في طلباته المالية جعلت الأهلي يفكر في الانسحاب من الصفقة، لكن النادي لم يغلق الباب في ظل قناعة وإصرار كولر على ضم اللاعب الكونغولي الذي يجيد اللعب في مركزي رأس الحربة والجناح. حل أزمة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 بعد بيان الفيفا. استقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة على إقامة بطولة الدوري المصري الممتاز في موسم الجديد 2024-2025 بشكل مغاير للنسخ السابقة من المسابقة، محددة نهايته يوم 30 مايو من العام القادم، وهو ما ينهي ورطة النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025 والتي وقع فيها الأحمر بسبب بيان الاتحاد الدولي لكرة
القدم فيفا، واعلان موعد نهاية الدوري بالموسم القادم على نظام TMS بناء على ما تقدم به الاتحاد في وقت سابق. رابطة الأندية تنقذ الأهلي في كأس العالم للأندية 2025. وقالت مصادر صحفية بأن رابطة الأندية تعمل حاليا على وضع ترتيبات لبطولة الدوري في موسمه الجديد على أن يتم تغيير شكل المسابقة وتحديد نظام جديد بشكل استثنائي نظرا لضغط المباريات في الفترة الحالية والعمل على إعادة المسابقة لوضعها طبيعي. كما استقرت الرابطة على وضع مخطط زمني للدوري لينتهي في يوم 30 مايو من العام القادم، وهو ما مهد طريق لحل أزمة الأهلي في مونديال الأندية. وبحسب بيان فيفا الرسمي والذي جاء وفقا لتعديلات اتحاد الكرة، فإن أزمة الأهلي تتمحور حول تاريخ نهاية الموسم الذي سيضر بلا أدنى شك بالنادي الأهلي، إذ لن يكون بمقدور الفريق تسجيل لاعبين جدد قبل كأس العالم للأندية 2025، لا سيما أن انطلاق مونديال الأندية يبدأ قبل نهاية الموسم في مصر، وذلك إذا ما انتهى الدوري بنهاية يونيو، غير أن استقرار الرابطة على انهاء مسابقة الدوري 30 مايو ينهي هذه الورطة ويمنح المارد الأحمر فرصة ضم صفقات جديدة قبل المونديال. مفاجأة في عقد اليو ديانج مع فريق الخلود السعودي. كشف مصدر مقرب من النجم المالي اليو ديانج تفاصيل صفقة انتقال اللاعب إلى فريق الخلود السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. مفاجأة في عقد ديانج مع الخلود السعودي. قالت مصادر صحفية إن عقد اليو ديانج مع فريق الخلود السعودي إعارة لمدة سنة مقابل 550 ألف دولار دون أحقية الشراء، ووفقا لشروط التعاقد فالنادي الأهلي ومن يتخذ القرار النهائي بشأن المالي اليو ديانج بعد انتهاء فترة الإعارة، سواء عودته إلى النادي الأهلي أم الانتقال إلى فريق الخلود السعودي نهائيا. وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أبلغ الإدارة بترحيبه برحيل المالي اليو ديانج في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة في ظل الإصابة التي يعاني منها اللاعب في الفترة الماضية. إصابة الركبة تنهي موسم نجم الأهلي. قالت مصادر من داخل النادي الأهلي بأن إصابة اللاعب أحمد عبد القادر لاعب النادي والذي تم استبعاده من قائمة المارد الأحمر لمواجهة فريق مودرن سبورت اليوم. وقال المصدر أن الفحوصات المبدئية تؤكد إصابة أحمد عبد القادر بجزع في الرباط الخارجي للركبة خلال مشاركته في تدريبات الفريق، وأكد أنه حال أظهرت الأشعة التي سيخضع لها اللاعب إصابته بعبارة عن تمزق بسيط مع وجود ألم دون حدوث استطالة كبيرة للرباط، سيكون غيابه في هذه الحالة فترة تتراوح من أسبوعين إلى 4 أسابيع. وأضاف أيضا أنه حال أثبتت الأشعة وجود إصابة قوية على مستوى الرباط الخارجي ستزيد مدة الغياب بنسبة كبيرة وقد تصل ل3 شهور. واختتم المصدر بأن تلك المدة ومع انتهاء بطولة الدوري الممتاز منتصف الشهر القادم سيكون بذلك انتهى موسم أحمد عبد القادر في النادي الأهلي. رد كولر على إدارة الأهلي بشأن رحيل محمد الشناوي حسم المصير. قالت مصادر صحفية عن مصير محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي من الرحيل عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد تلقيه العديد من العروض. وقالت المصادر بأن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي منح إدارة النادي حرية اتخاذ القرار بشأن محمد الشناوي حارس مرمى النادي، مؤكدا أنه يرغب في بقاء الحارس الدولي، لكن إذا جاء للنادي عرض مغري من الناحية المالية ووافق عليه الأهلي والحارس فلا مانع من رحيل الشناوي. وقالت المصادر بأن كولر تحدث مع كابتن محمود الخطيب رئيس النادي مؤخرا خلال جلسة خاصة بشأن مصير العروض الخارجية والتي واصلت النادي لضم بعض لاعبي النادي الأهلي، وفي مقدمة هذه العروض محمد الشناوي. وقال لكابتن الخطيب بخصوص هذا الأمر: الشناوي حارس كبير ووجوده في الفريق مهم، لكن إذا جاء عرض جيد وطلب الحارس الرحيل لتأمين مستقبله ماديا وحال موافقة الأهلي على هذا العرض فلا مانع لدي من رحيل الشناوي. وارتبط اسم الشناوي بعدة عروض خلال الفترة الأخيرة أبرزها من السعودية وتحديدا من أندية الوحدة القادسية والخلود والرائد